السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية يا رب. شوية بقى حاجات كده نعملها تشطيبات كده على الآخر. الفرش، انا بصراحة ما بحبش افرش اللي هو اليوم الوقفة والكلام ده، لا انا بحب افرش قبلها بيومين كده، 3. لو انا ربنا كرمني بقى وخلصت بدري شوية مثلا قبل العيد بأسبوع، او مثلا 4 5 ايام، اول ما بخلص على طول بفرش، مش بستنى خالص يعني. لا يا دوبك انا خلصت التنظيفات بتاعتي تاني يوم بالظبط، فرشت. يعني انا فرشه بقالي دلوقتي يومين تقريبا، يومين، ومن يومها يعني. بحيث بقى ان انا الوقفه اغير فرشات السراير زي ما اتفقت معاكم، اغير فرشات السراير. بسيب بس الانتريه، الحافظه اللي انا بفرشها او السجاده اللي انا بفرشها للاخر، بسيب الانتريه بس للاخر، لانه طبعا ده اكتر القعده فيها وكل الاستخدام فيها، فبسيبها بس عشان الولاد للاخر. لكن الصالون والسفره والحاجات دي برضو افرش الاوض والستاير وكل حاجه، بسيب بس غيارات السرير، عشان لو انا هفرش مفرش جديد، آه، المفارش الزينة اللي احنا بنفرشها بس في الاعياد دي. وانا مطلعتش بتاعي والله، يعني بقالي كذا سنه انا بستثقل وتقيل وخساره يعني. بصراحه المفارش الجديده اللي هي التركي اللي طالعه دي جميله قوي، خفيفه وكانها طقم السرير عادي، وبتبقى شكلها حلو في لكن طبعا زمان ما كانش فيه الكلام ده. فالمفرش التقيل، فصدق فكرتوني، طقم هطلع افرشه. هطلع افرشه ولا كسل؟ بكسل والله من كتر ما هو تقيل. يعني كل شويه هتقعد تشيلي وتحطي وكده، فبكسل اللي انا افرشه. بس عايزه اطلعه، بقاله زمان يعني، بقالي كام سنه ما طلعتوش. عايزه اطلعه كده، ايه، افرفش الشقه شويه. مش عارفه. فقلت اليوم ده، قررت كده وعزمت ان هي كده مع نفسي، بستعد لما انا عارفه ان انا هفرش. بصراحه بيبقى فظيع يعني، انت بتبقى منضفه، وبيبقى يوم الفرش ده يوم صعب جدا والله برضو، رغم ان انت منضفه وكل حاجه. لازم طبعا هتلمعي الخشب قبل ما تفرشي. حتى لو انت ملمعاه قبل كده لازم تلمعي تاني، بس انا صراحه ما كنتش ملمعاه قبل كده، انا سبته للاخر خلاص، تلميع الخشب وتلميع الازاز وده كانت الاباجورتين دول عملتهم. ده كانت التحف بتاعتي دي كانت بدات تطوز، جبت البخاخه اللي انا عامله بيها الارفف، وعملت بها برضو دول. وعملت برضو الارفف اللي انا فاكرين اللي انا كنت عاملاها معاكم زمان، هي كانت برضو لونها لسه حلو والله، ما كانتش مشكله، بس انا قلت المعها كده. لمعت برضو السلم. البخاخه جميله قوي، انا كنت جايباها ب25، بس هو كان قال لي ده سعر قديم عنده. وسالت عند حد تاني كان قال لي ب45. مش عارفه بقى هي انواع، ولا مثلا في ناس كان عشان هو كان عنده من القديم فباعها لي بالسعر القديم والسعر الجديد ل45، مش عارفه. ما بتروحيش تسألي على حاجة وتاني يوم تسألي عليها غير اللي بيقولوا ان هي زايدت. هل فعلا هي بتبقى زايدت، ولا يعني ده من انواع الاستعباط اللي زايد، ولا ايه؟ مش عارفة. انا حبيت اوريكم حاسه ان اللون الذهبي مش باين، بس ما شاء الله ما بتفتحي النور وكده تحس ان هما جداد شكلهم حلو. مفيهاش حاجه، كل مثلا مده والتانية لو كان عندك حاجات ذهبي تجيب البخاخه دي تعدي عليهم، جميله قوي قوي بجد. اي حاجه انت بتجددها في البيت صغيره او كبيره بتحس فيها ان البيت بقى جديد. حتى والله لو جبتي مفرش صغير، لو عملتي حاجه بسيطه قوي في البيت، لو غيرت حتى نظام، بتحسي البيت جديد. فانا بحب يعني، انا قعدت كتير كتير سنين كتير قوي ما بجددش اي حاجه، والحاجات بقيت احس ان البيت كبر قوي قوي وباظ. اما بدات انا اشتغل بايدي، يعني مثلا حاجه تلاقيتها متخربشه اقوم جايباها ودهناها، الحاجات دي حسيت ان البيت بدا يتجدد وبقى فيه روح حلوه كده. جددي بحاجات بسيطه يعني، مش هقولك لازم تشتري حاجه في البيت وكده، لا، لو عندك حاجه بتخربش ممكن تجيبي علبه دهان حوشي وهاتيها. انتوا عارفين ان انا زي ما انا متعوده معاكم ان انا لما بكون عايزه اعمل حاجه في البيت، حاجه باظت او كده، بحوش لها، بجيب لها حاجه بحاجه. احنا حتى ما كنت بعمل معاكم حاجه حلوه كنت بقول لكم ان انا بحوش الحاجه بتاعتها حاجه بحاجه، ما بتحسيش بيها، وفي نفس الوقت بتعملي يعني اللي انت عايزاه. انا عامه حتى ما بعمل حاجات حلويات او اي حاجه، انا ما بعملش اي حاجه بكميه، كوبايتين 3 بيكفوني على قد استخدامي، وعشان ما تعبش نفسي وما بنلاقي الحاجه كتيره بصراحه ما بقدرش ان انا اعملها. فبسهل بقى على نفسي، فلا انا بعمل يعني بعمل كل حاجه بس بحاجات يعني بسيطه وعلى قد.
فزي ما قلت لكم اليوم اللي انا كنت خلصت، انا خلصت البيت بصراحه طول ما هو مش مفروش وحش قوي، وتحس ان انتي البيت كله رمل. والله بجد بحس ان انا في شقه مصيف البيت كله رمل. افرش بقى البيت يتفرش كده، ما فيهاش حاجه، مثلا افرشه قبلها ب3 ايام مش مشكله خالص. يوم الوقفه تلميعه سريعه خالص، مش هتاخد مني نص ساعه. تلميعه سريعه، السيراميك اللي باني يتلمع، البيت الشقه بترجع فله في نص ساعه، ومتبقيش مرهقه. مش مرهقه بقى، ما تبقيش مجهده، يعني مش حاسه بقى ان انت مقابله العيد كده بخطى ثابته، وانت مفاصلك وركبك كل عايزه مرتبه فولترين. بس انت عايزه مرتبه فولترين تنامي فيها. كنت بعمل كده، لقيت ان انا باجي بجد يوم العيد ما ببقاش قادره اتحرك، او يعني اول ما اتجوزت كده. لكن بعد كده بقى تقول لا، قبل العيد ب3 ايام يومين بس، لما اخلص اول ما اخلص تاني يوم بالظبط افرش. حاولت بقى اختصر، انا عملت معاكم لمعت معاكم التلميعات السريعه وكلها، وفي الاخر بقى قلت اوريكم ايه التاتش الاخير. الريسبشن الانتريه ما صورتوش لان لسه ما ظبطتوش. لسه شويه حاجات كده، والارفف اللي انا كنت عاملاها معاكم اللي انا دهنتها دي عايزه تتركب، فلسه بصراحه ما ركبتهاش. مستنيه بقى اما اركبها واللقطه الاخيره بقى بتاعه الريسبشن ان شاء الله هنزلها لكم باذن الله، مع توضيبات كده اللي احنا بنعملها كده يوم الوقفه او يا ليله العيد انستينا. المفروض الفيديو ده كان ينزل من كام يوم، بس الموضوع مفيش وقت خالص، وفي نفس الوقت بحس ان التفاعل على الفيديوهات في رمضان مش قد كده، فحاولت ان انا في رمضان اصلا ما نزلش غير فيديوهين 3 بس وخلاص. يعني هو فعلا ده تاني فيديو او تالت فيديو بس نزل في رمضان، ما نزلتش كتير يعني. مش زي الايام العاديه، بحس انه الناس كلها ما عندهاش وقت ان هي حتى تقعد تتفرج او تمسك التليفون. مفيش وقت، وده شهر يعني العباده وكده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبه، واستنوا الفيديو الجاي، مع السلامه.